السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما هو شعورك إذا كنت تعيش على وجه الأرض، تذهب إلى العمل، تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، والله تعالى من فوق 7 سمائه يحبك؟ هل بإمكانك أن تستشعر أن الذي يحتاج إليه كل الناس سبحانه قد اختارك أنت من بين كثير من عباده فأحبك؟ إنه سبحانه لا يحب جميع الخلق، وأما أنت فأحبك. صدقني الأمر أعظم من أن تدركه العقول. يقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم. إذا أحسست أن الله غضب عليك توجد طريقة تذهب هذا الغضب عنك بحيث يعود الرضا إليك بعد أن فقدته. الحل أن تبحث عن أحد يخلصك من هذه الورطة، ولن تجد أحدا يخلصك إلا هو سبحانه، فهو الذي سيخلصك من هذا الغضب. كل شيء تفر منه عنه إلا الله، فإنك تفر إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. بعض الناس يربط رضا الله عز وجل بإعطاء الدنيا، فإذا رأوا إنسانا أعطي مالا أو منصبا قالوا له: الله يحبك، خلاص أعطاك كذا وكذا. أو إذا رأوا إنسانا مثلا نجا من مصيبة قالوا: فلان نجا بأعجوبة، ربنا يحبه. ما دخل الدنيا بمحبة الله ورضاه. لو كانت الدنيا هي علامة الرضا لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام على الحصير ويرقع ثوبه بنفسه وتمر عليه 3 أشهر غالب طعامه فيها التمر والماء. إذن ما هي علامة رضا الله؟ إذا رأيت الله تعالى يسهل لك فعل العبادات وترك المحرمات، وأنك تزيد في إيمانك وقربك من الله تعالى، فهذا دليل على تزايد رضا الله عنه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم.